السلام عليكم، مساء النور، مساء الخير. ناخدكم في جولة في مدينة اللي فايت اللي صورت فيها جولة في المساء إن شاء الله نديرو واحد الدويرة على المحلات وتشوفوا أشنو كاين. يلا خديجة عاوتاني جبت لك جولة جديدة في المحلات اللي كاينين، المحلات التجارية اللي ولاو، وتشوفي معنا الجديد أشنو كاين. هنا دويرة مع الوالدة ديالي الأم، الله يحفظها ويطول ليا في العمر ديالها يا رب. أمي حبيبتي الغالية نتمنىها لها طولة العمر والشفاء العاجل. هنايا كتشوفوا معايا المحلات اللي ولاو، مدينة كانت صغيرة ولكن كما قلت لكم حلوة في الفيديوهات السابقة، زوينة بزاف وكتشد ليها الأنظار وتشد ليها الناس اللي كيجيو ليها، اللي كيجي ليها دايما كتعجبو وكيبغيها بزاف. أرض اللي هي ولافة واخا درجة الحرارة سخونة بزاف، ولكن كتبقى منطقة صغيرة وزوينة. هنا كما كتشوفوا محلات اي حاجه كتحتاجوها تلقاوها هنايا. كاينين اللي كيبيعوا هنايا الذهب. لقيت واحد المحل جديد اللي كيبيعوا فيه النقره، او شنو كنسميوها تاني شي اسم تاني. النقره عنده شي حاجه زوينه، ستيلات اللي هما جداد، يعني ماشي ديك النقره القديمه اللي كانت، وانما ستيلات جداد. هنا كنحاول انني ما نوريش يعني من احترام للناس، ما كنبغيش نظهر الوجوه ديال الناس. هنا كاين واحد لوبتيسيان ولا جديد، يعني اللي كيدير النظارات. وفين ما بانوا لي الناس راني كنحاول باش نبعد التليفون على الناس، ما يظهروش التليفون. وهنا محلات ديال الملابس ديال بزاف د الحوايج. وهنا الهبطه معروف، هنا العطار المعروف والمشهور، ما كاينش اللي ما كيعرفوش، غني عن التعريف. معروف بالقهوة والأعشاب، يعني حتى المساخن معروف بالحنة. يلا خديجة باغا تاخدي البيض، أنا باقا نعاود لك في هذه القضية ديال البيض. لا بغيتي تاخديه من عند العطار اللي معروف في البروج، كيعرفوا الكبير والصغير، مشهور بالقهوة. أنا مشيت وخديت القهوة، كنجيب معايا الكمية اللي غادي تكفاني واحد مدة طويلة. خديت معايا واحد الكيلو ديال القهوة مطحونة، وكنجيبها وكنحتفظ بها بعلب ديال الدجاج، وكدوز عندي قهوة معطرة. وتحية لأم عابدين من عشاق القهوة، تحية لبنتي العفراء، تحية وتحية ترحيب وأهلا وسهلا. وكنقول لك دايما غتبقاي بنتي العزيزة، وحتى حاجة ما غتغيرنا، يعني أننا نتبدلوا والناس ما كتبدلش، الناس معادن ذهب ونحاس كيما هاد الملابس اللي هما اللي كيتبدلوا، اما حنا ما نتبدلوش. الانسان خاصو يدوم في الصباغه ديالو ويبقى كيما هو. ما يعني ما ليها حتى شي معنى ان الانسان يتبدل على مجرد انه يعني طمع او الفلوس او اي حاجه تغيروا على الناس. حشومه وعيب، هادو هما اللي كيتبدلوا فينا، انه هما الملابس. وهنايا كنوريكم واحد المحل ديال الملابس التقليديه في هذه المدينة الصغيرة. كما كتشوفوا هنا ملابس تقليدية ديال المناسبات، الأعراس. هادو تكاشط، كنقولوا التكشيطة المغربية معروفة، زي مغربي أصيل، كنفتخروا به حنا المغاربة بالجودة ديالو والأناقة ديالو واللباس ديالو الراقي. والتحية لبنتي العفراء، إن شاء الله نفرحوا بك في الزفاف ديالك إن شاء الله، انتي والإخوة ديالك، ونفرحوا بك. ما يبقاش فيك الحال، عندك عائلتك وعندك الناس اللي كيحبوك. الا مشاو من حياتك ناس، كيبقاو ناس اخرين في حياتك، ومرحبا والف مرحبا الا قبلتي علينا واعتبرتينا كيف والديك. ونتمنى لوالديك الرحمه والمغفره في هذا النهار يا ربي. وغتبقاي دائما انسانه عزيزه وغاليه مهما طال الحال وطالت القنوات ولا ما طالتش. كتبقاي بنتنا العزيزه، مرحبا والف مرحبا بك. وشرف لي أن تكوني وحدة من بناتي أو أخواتي، اعتبريني كيف ما بغيتي تعتبريني. هنا كتشوفوا يعني الوالدة ديالي كانت كتوريني هاد التكشيطة مخدومة بالسفيفة، ولكن فيها واحد الخدمة غزالة عجبتني. كتشوفوا الأتواب وهاد اللون، هاد لورانج كيعجبني بزاف صراحة، زوين الخدمة ديال هاد التكشيطة غزالة ما شاء الله، هماوية كتجي غزالة في اللبسة ديالها. لو جربتوها، انا كنت جربتها وصراحه جات واحد اللبسه غزاله غزاله رائعه. وتحيه لاختي خديجه في اسبانيا، كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا بك. اي وقت جي مرحبا بك، عندك اختك
الا لقيتي بلا ما نعاود نقلب عليك المواجع، مرحبا والف مرحبا بك في داركم، مرحبا بك عند اختك، عند عائلتك الثانيه، عند صديقتك واختك. مرحبا والف مرحبا. شوفوا معايا الخدمه ديال هاد التكشيطه كي دايره، غزاله هماويه منبته بالحجار وبهذا الطرز زوينه بزاف. وهنا معروفه المضمه المغربيه غنيه عن التعريف. حاولت باش ندير لكم غير جوله خفيفه في هذا الفيديو على هاد المحلات. انا ما يمكنش لي غادي نصور كل شيء المحلات اللي كاينين في المنطقه، ولكن حاولت باختصار ندير لكم جوله في المساء. شويه كينقص درجه الحراره، الناس كتبغي تخرج شويه تبدل الجو. صراحه الجو صعيب في هاد المناطق، الناس ما كيخرجوش بالنهار، الحراره كتكون مرتفعه بزاف. وقلت للوالده ديالي علاش لا ما نخرجوش نضربوا واحد الدوره ونشوفوا اشنو الجديد في هذه المنطقه ونشوفوا المحلات. ولكن درنا دوره خفيفه. شوفوا هذا اللون الاسود، انا كنت خيطت واحد القفطان في نيت في هذا الميبره اللون الاسود، خيطتها بالدوري يطلع واحد القفطان غزال غزال ما شاء الله ما شهيتكم فيه. كنت غادي نصور لكم ولكن انا ما جيتوش هنايا، بقى في الدار عند الوالده ديالي. شوفوا هاد التكشيطه كيفاش دايره غزاله، في الواقع صراحه كيبان احسن من التصوير. تكشيطه زوينه غزاله بزاف هماويه حتى هي بالعشاق ديال اللون الاسود. انا من العشاق ديال اللون الاسود والاحمر، كنحبو كنميل ليه في اللباس بالخصوص التقليدي بزاف. الالوان كلها زوينه، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد اشنو كيعجبو. كيعجبني البوردو، كيعجبني اللون الازرق الملكي، تا هو كنحب نلبسو بزاف في التكاشط. كاين هذا اللون اللي حنا كنقولوا الاصفر او البناني، هذا معروف لون غزال وانيق بالنسبه في الجلالب، في القفاطان، في التكاشط كيجي تا هو غزال وهماوي. مع يجي مع شي وحده بيضاء او سمراء يجي مع الالوان كاملين. شوفوا ما شاء الله حتى المضيمات غزالين. محل معروف هنا في هذه المنطقه. هنا هذا قفطان بالسفيفه عريضه والحجر منبت بالعقيق، زوين تا هو بالحجر زوين وغزال. الصاله ديالو مخزنيه زوينه، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد اشنو كيعجبو. تقدر انا حاجه تعجبني وحده اخرى ما تعجبهاش، او انا كنبغي الوان وحده اخرى ما يعجبوهاش. درنا واحد دوره خفيفه في هاد المحلات ودزنا لواحد المحل اخر، هذا اللي كيبيع النقره عنده داكشي زوين. شوفوا هاد التواب تا هما، هادو خارجين دابا معروفين كيداروا بالجلالب ديالهم. تا هو هذا قفيطين زوين بزاف خفيف، حيت كاينين التواب اللي كيكونوا تقال شويه في اللبسه بالنسبه الوحده اللي كتكون عامره شويه، اللي كتكون ضعيفه عفوا. وكاين التواب اللي كيكونوا خفاف لشي وحده اللي تكون عامره شويه. هنا هذا محل حداه ديال النقره كما قلت لكم، ولكن نقره ستيلات موديلات اللي زوينه روميه كما كنقولوا. كاينه النقره اللي هي بلديه العاديه فيها الدميلجات وداكشي، وكاينين هادو اللي ستيل ديالهم دابا ديال كما نقولوا حنا بنات اليوم. النقره تلبسيها مع اللبس الرومي مع البلدي مع كل شيء. هادو الحلقات او الطوينقات بالنسبه للبنات الصغار او الكبار. وهنا كاينين براسليات اكسسوارات كلها اللي تحتاجها المراه بصفه عامه، خواتم، براسليات، خواتم، اي حاجه كما كتشوفوا هنايا. انا كان عندي واحد بحال هذا اللي كنقولوا ليه المسمار، كان عندي ولكن ما كانش عندي النقره. كنت واخداه ديال سميتو هذا ماشي بحال هذا، شكل اخر. هنا كما كتشوفوا كاينين سلاسل اللي هما خفاف، وكاينين سلسلات اللي هما تقال شويه يعني للمناسبات والحضور كما كتشوفوا معنا هنايا. كاينين ناس ما قدرتش نصور لكم لي زارتيكل اللي كاينين كاملين في المحل الفوق وهذا. حاولت ناخذ لكم غير لقطات اللي هي خفيفه كما كتشوفوا معايا. هنا ستيلات اللي زوينين بالنسبه للباس التقليدي في المناسبات، زوينين هادوك السنسلات غزالين كيعطيو واحد المنظر زوين بالخصوص مع اللباس اللي يكون هو بلدي في شي مناسبه ولا شي حاجه. هنا دوك الكورميطات ديال اليد اشكال وانواع، تختاري اللي عجبك. كاينين الناس في المحل ما قدرتش نصور لكم اكثر، كندير لكم غير جوله خفيفه. هنا دزنا واحد المحل
كيبيع هادشي ديال الأواني. كتشوفوا هاد البلاطو شحال زوين، عجبني صراحة. الثمن ديالو شي 550 درهم تقريبا أو 500 درهم على ما أظن وأتذكر. زوين هذا بالنسبة لتقديم الشاي، الحلويات، الفاكهة، اللوز والتمر، أي حاجة يمكن لكم تقدموها فيه. إلا عجبكم قولوا لي البنات، أنا حمقوني بصراحة وباغا نشري منهم شي وحدين. راه فيهم الكبير، فيهم اللي كيكون موين، كاين فيهم البلاطو الصغير زوينين صواني هماويين. وكاين هاد الفراقات حتى هما ديال الحلوى ديال الفاكهة، هادو كيديروا شي 350 400 درهم، حتى هما زوينين. ولكن ما كتعجبنيش اللي كتكون عامره بزاف مثلا من الفوق، تكون مشارجيه، ما كتعجبنيش. نبغي شي وحده تكون شويه سامبل، هذه حتى هي فيها الديكورات الفوق. ونصحنا مول المحل قال لك هاد البلاصه اللي الفوق يمكن لكم تغلفوهم مثلا الومنيوم وتحطوا فيهم التمر او شي حاجه اخرى. وكاينين هاد الفراقه حتى هي اللي بحال فيها هاد الغطايات ديالهم غير من البلاستيك. وشوفوا واش مديرين ليهم، هذاك الدوري راه غير بلاستيك، والتحت ديالها بحال النحاس. كما كتشوفوا هادشي كلشي زوين صراحه وهماوي للضيوف. كنقول لام جاد مرحبا والف مرحبا بك عندنا، جي عندنا شي نهار مرحبا بك والف مرحبا بك اختي، تحيه ليك. كتشوفوا هاد الفراقه الاخرى حتى هي ديال 3 حتى هي زوينه، كلهم تقريبا هذا هو الثمن ديالهم من 300 حتى ل 400 درهم. وهادو مبيخرات زوينين كما كتشوفوا ديال العود. كاينه هاد الفراقه زوينه ديال الكريستال، هذه كدير شي 400 درهم، فيها 3 ديال الطبقات، زوينه وثقيله مخدومه زوينه بزاف، الديكور ديالها المنظر ديالها غزال. هادو الضيوف العزاز ومرحبا والف مرحبا بكم، جيو عندنا ان شاء الله ونحطوا لكم فيهم ان شاء الله. هنا شفت هاد الفراير سولتها عند الولد، كنت لقيت وحده في بيم وسولت عليها، هذه مديره 26 الف ريال، فيها 10 يطرو، زوينه صراحه وعمليه، كتستعملوها بلا زيت بلا حتى شي حاجه. كاينه هاد الاخرى 8 يطرو مديره 20 الف ريال. وكاينين عنده بزاف الاواني المنزليه، اي حاجه احتاجيتوها كتلقاوها عنده. حتى هو قريب لهاد المحلات. كاينين هادو ديال الحلوى، كاينين دوك الفنايق اللي كنديروا فيهم اتاي حنا والسكر، كاين هذيك اللي كنحطوا فيهم الشوكولات، اي حاجه راه حساب الرغبه ديالكم، كل واحد واشنو كيبغي يستعمل فيهم. المهم عنده حويجات اللي زوينين بزاف، شي حاجه ديال النخوات ديال الضيوف ديال الناس العزاز تحطي ليهم فيهم. هما هادو حنا كيعجبنا هادشي، ضروري خصو يكون في الدار المغربيه، يكون داكشي تاويل ويكون داكشي منظم وحويجات لي زوينين، كتفرحي بالضيوف ديالك. ونتمنى من الفيديو ما يكونش طويل عليكم وعجبكم الفيديو، ونتمنى منكم تخليوا اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا، وتشاركوا القناه مع الاهل والاحباب والاصدقاء.